أحيانا الإنسان لما بيكون حزين، لما بيكون زعلان، لما بيكون مقهور، بفكر إنه هو الوحيد بالدنيا يلي مكسور، يلي ما معه حدا، يلي ما في مين يطبطب عليه. بس للأسف بنكون نحن بالنهاية غلطانين، لأنه بيكون في كتير ناس وضعهم مثل وضعك أو وضعي أو وضع أي إنسان حزين. فلهيك أنا قبل ما أخبركم القصة بتمنى منكم يلي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس، وأهم شيء إنه ما تنسوا تشاركوا الفيديو لأكبر عدد من الناس، حتى الناس تتوعى وتتعلم ويصير عندها خبرة بالحياة أكتر. خلونا نبلش. التقيت بشخص بالصدفة. هالشخص أنا أول ما شفته حسيت بتعبه، حسيت بحزنه، حسيت بوجعه. هيدا الإنسان الغريب يلي أنا ما بعرفه بالصدفة التقيت فيه، إنسان بسيط جدا جدا جدا، إنسان كبير بالعمر، يعني تقريبا فينا نقول ب60 وما فوق. يعني إنسان بهيك عمر لازم يكون قاعد ببيته، أولاده حواليه، كل شي مأمله. طبعا إنه هيدا أقل شي يعني يكون لهيك إنسان بهيك عمر. التقيت فيه بالصدفة وكان عم يشكي وكان حزين وكان عم يحكي كلام إنه يا ريت يموت، الموت أرحم له، يا ريت إنه يخلص من هالعيشة. وصار كتير كتير يحكي كلام بيوجع. هالكلام وجعني بشكل ما طبيعي، وجعني لدرجة إنه أنا فعلا زعلت من كل قلبي وصرت أبكي على هيدا الشخص يلي كبير بالعمر، يلي قاعد وعم يشتغل كرمال يطعمي ولاده، كرمال إنه هو ببلد غير بلده، كرمال إنه بيته أجار، كرمال إنه سيارته أجار، بس كرمال إنه يطعمي ولاده ويطعمي عائلته. هيدا الشخص أنا فعلا ما فيني أوصفه، ما فيني أوصفه. رغم هيك لما صار يحكي ويشكي ويبكي وأنا قلبي بصراحة عم يتوجع على هالإنسان، صرت أبكي على وضعه، صرت أبكي. أحيانا الإنسان بينسى همه لما بيشوف هم غيره. لما صار يحكي ويشكي ويقول ويبكي إنسان تعبان، يعني قريب عمره بالستينات، يعني إنسان واصل لآخر عمره تقريبا، وهو عم يفني حياته كرمال يطعمي ولاده، كرمال إنه يجيب غراض لبيته، كرمال إنه عيلته تعيش. أنا إنسان بهيك مواصفات بقدره، رغم الأسوأ يلي شافه بحياته، رغم أي شيء. لما التقيت فيه صار يحكي ويشكي ويقول الموت أرحم من هالعيشة. فعلا أنا حرك فيني كتير شغلات. أحيانا أنا كنت فكر إنه أنت الإنسان خلص هو عنده حزن بضله لقله،
ما كنا نحن نحس بغيرنا، لأنه ما منشوف غيرنا، منشوف بس نحن حزينين، بس نحن بدنا الشي لألنا، بس نحن بدنا هيدا الشي لألنا ومنحزن عليه وبشكل كتير ما طبيعي. بس نحن للأسف غلطانين، نحن غلطانين، نحن لازم نشوف غيرنا ونحس بغيرنا. أنا لما هيدا الشخص التقيت فيه صار يحكي ويشكي، وآخر الشي بيفاجئني إنه إنسان بيشتغل على تاكسي وبيوصل الناس وبياخد الناس كرمال لقمة عيشه وكرمال عيلته إنها تعيش. بيفاجئني فعلا لما شفت هيدا المنظر. أنا ما بقى فيني أحكي، ما بقى فيني أقول أي كلمة. لما أنا شفت إنه هيدا الشخص يلي عم يشتغل على تاكسي كرمال يطعمي ولاده وكرمال عيلته، ورغم هيك إنه عمره بالستينات، ورغم هيك إنه كاره حياته، إنه عم يسوق السيارة وبرجل وحدة، والله برجل وحدة. لما شفته أنا فعلا صعقت، فعلا قلبي وجعني كتير. ما بقى حسيت بالدنيا مثل اللي حمل شي وزدته على راسي وضربني ضرب. لما شفت رجليه قال لي يا عمي يلي بتشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. وأنا لما فتت بهيدا الموضوع وشفته أنا أيقنت وتأكدت إنه هيدا الشي يلي شفته أنا هيدا درس لإلي، درس لإلي، درس لحتى أعرف إنه في كتير ناس حزينة، في كتير ناس ما أنا مبسوطة بحياتها، في كتير ناس ما أنا لاقي راحة بحياتها. مش درس لأنه درس إنه أنا حزينة وأخذت درس، لا، درس إنه أنا كنت مفكرة إنه كل إنسان وجعه عادي، إنه وجع عم يتوجع، هو مجرد وجع بضله وجع. بس لا، بعدين أنا أيقنت وتأكدت إنه كل إنسان وجعه أكبر من وجع التاني، بس كل إنسان بشي معين وجعه، بشي هو عم يوجعه، بس نحن ما منحس بغيرنا للأسف. وفعلا يلي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. يعني أنا هذا الإنسان الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، فعلا أنا ما بقى بنسى بحياتي، لأنه اللي بينسى هيك موقف صار معه ما بظنه إنه هيدا إنسان، ما بظنه أبدا. هيدا الإنسان يلي عمره بال60 سنة وعم يكافح كرمال عيلته وهو بلا رجل، يلي قاعد وعنده رجلين وعنده ايدين وعنده الصحة الكافية انه يطلع ويشتغل ويجيب اكل لعياله ويجيب اكل لبيته ويجيب اكل لاولاده. واهم شيء انه اي شيء انت عايشه ما عم تطلع، ما عم تقوم، ما عم تخطي، واخر الشيء بتقول انه انا ماني مبسوط، انه انا ماني سعيد. بس انا بحكي من ورا هي القصة ومن ورا هيدا الشخص الانسان العظيم، لانه فعلا عظيم، بدك الراحة انت يلي بتلاقيها،
وبدك انك تكون مرتاح، انت يلي بإيدك بتكون مرتاح. ما تعتمد على حدا، ما تعتمد غير على رب العالمين، لأنه نحن قد ما اعتمدنا على شيء إنسان أو على أي شيء هذا كله بيزول ما بيضل. لما بتنسند وبدك تنسند، انسند على ربك، لأنه ما في غير ربك بيوقف معك. بهيك أيام نحن وصلنا له. لهيك أنا هيدا الإنسان فعلا إنسان بكل معنى الكلمة، وأنا فعلا ما فيني أوصف ولا أحكي، لأنه فعلا ولا كلمة ولا أي عبارة بتوفيه حقه لهيدا الإنسان يلي متعذب بحياته، ورغم هيك إنه هو بلا رجلين وعم يشتغل ويكافح كرمال عيلته، وعم يتوجع وعم يتعذب وما حدا حاسس فيه. قاعد ورا سيارة وعم يشتغل وعم يدور كرمال ينسى همه، وكرمال يرجع عبيته وهو مرتاح، ولا يشكي ولا يبكي ولا يحكي. بس نحنا أي شيء بنعمل القصة الصغيرة بنعملها قصة كبيرة، وهي بتكون قصة صغيرة أساسا. لهيك أنا بتمنى من أي إنسان عم يسمعني إنه تشوف وتطلع على غيرك قبل ما تطلع على مصيبتك يلي أنت فيه. ساعتها لما بتلاقي الإنسان يلي أنت مقابله، بتحس إنه مصيبتك كتير صغيرة قدام مصيبة غيرك. وفعلا يلي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. هي الحياة، لا راحة لمؤمن. طول ما أنت عايش ما رح ترتاح، ما رح ترتاح، ما رح ترتاح غير لما تأيقن وبتتوكل على رب العالمين. بتقول هيدا قدر ولازم يمشي، ولازم انه نعيشه بحلوه وبمره. ولما انت بتخطي هيك مواضيع وبتخطي هيك امور، بتصدقني بتعيش حياتك وبتعيش اسعد السعداء واحسن الناس. لما بتخطي هي المرحلة، لما بتخطي هي المرحلة وبتقول انه فعلا انا ما فيني شيء، فعلا انا سعيد. وبالفعل بتكون انت سعيد، بس انت مكبر الوهم على حالك، انت اللي مكبر القصة على حالك، وهي بتكون كتير قصة صغيرة، وقصة فعلا ما في إلا داعي لهالحزن كله. لهيك اي انسان عم يسمعني انا بنصحه انه ما يتوكل على حدا وما ينسند على حدا غير رب العالمين. ويلي مكتوب على الجبين بدها تشوفه العين، رغم أي شيء بيصير معنا بحياتنا. وبتمنى منكم إذا عجبتكم القصة، بتمنى منكم أنكم تكتبوا لي بالكومنتات، وبتمنى منكم إذا في موضوع بتحبوا إنه نحكي فيه يا ريت تكتبوا لي بالكومنتات. وبتمنى منكم ما تنسوا تشاركوا الفيديو لأكبر عدد من الناس، حتى الناس تتعلم وتتوعى ويصير عندها خبرة بالحياة أكتر. وبتمنى منكم أهم شيء إنه اللي ما اشترك بالقناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس. بأمان الله وحفظه ورعايته.